وصلك من لاعب هلالي قصة حلوة يعني. هذه أنت كأنك تبحث عن السحر. طبعا. لا والله أنا عندي تحفظ على السحر. بعض الجماهير من الأندية صراحة يعني حملوا بعض المقاطع ما لا يحتمل صراحة. طيب أحد اللاعبين كما أجلس معك وزميل كان زاملني في نادي الشباب يعني وأعرفه حتى بعد ما انتقل للنادي الثاني، يقول في نهائي من النهائيات الدوري، يقول كنا متقدمين 1-0 والوضع جدا طبيعي والوضع كان كويس وأقرب أن نحقق الكاس. فيقول لما جينا الشوط الثاني أصبحنا كأننا نتحرك بالحركة البطيئة، فينا ثقل غير طبيعي، ما كان الوضع طبيعي. فقلت يمكن أنا اللي أحس بالشيء هذا، كل زملائي كانوا يشعرون بنفس الإحساس ضد فريق معين. طيب هذا مو اتهام، هذا رواية لحدث وقع. أنا ما أتهم، أنا أقول هذا من شاهد عيان داخل الملعب. يقول أصبحنا مواصفات الوضع مو طبيعي، وانتهت المباراة 2-1. مبروك للي فاز عاد.